الامبلس ده كمان بينتقل منها عشان يروح لنيرف سيل تانية، ويروح بقى وينتقل من نيرف سيل يروح لنيرف سيل تانية. في الفانكشن بتاع الجولجي اباريتس، احنا كنا شغالين نتكلم على الفانكشن بس برضه هنعيده تاني وتالت عشان ايه ما تنسوش تماما. تمام. ده اسمه سنتوبلازميك ريتيكولم، بتبعت لها الليبيد اللي هو هيتعدل، فبتعدله الجولجي اباريتس وبترسله خارج لما الخليه تزيد بيدي اشاره سواء. للجسم بتاعك ان اللنج دي تبدا ان هي تشتغل، وتقول لك يا عم لا ده انت هتعلي الريسبيراتوري ريت. طيب اكتف ترانسبورت، شايفين الصوديوم بوتاسيوم بامب؟ شايفين الصوديوم ازاي انتقل من داخل الخليه لخارج الخليه، وازاي اتحد، وازاي الاي تي بي اداله واحد فوسفات عشان يديله الطاقه عشان الصوديوم ده يخرج خارج الخليه، ومقابل كده اتنين من ايونات البوتاسيوم يتحدوا من بره لداخل عشان يدخلوا داخل الخليه. خلينا بقى ننزل تحت شويه وناخد النيرف اكسون. دلوقتي على سبيل المثال اكني ماسك سكينه، ومسكت السكينه وجيت قطعتها من الحته دي، وابدا عاوز اشوف انا بقى النيرف اكسون ده عباره عن ايه.